لو عندك كوباية شعرية وحليب وعايزة تعملي حاجة حلوة ومعندكيش بيض، فالوصفة ديت يعني مناسبة جدا، وصفة حلو طعمها اكتر من رائع بجد. يعني هتاخد قلبكم كده من كتر ما طعمها جميل قوي. وفي نفس الوقت للناس اللي بتحب الحلويات اللي هي بتكون الباردة فده مناسب قوي. وانا متأكدة انكم لما تدوقوها يعني كده هتموتوا عليها. لو اول مرة بتشوفوني انا مرت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ الوصفة الجميلة دي على طول. هنحتاج لكوباية من الشعرية، وهضيف لها المية بتاعتها يعني مثلا كوباية شعرية بتاخد 3 كوبايات مية، وهسلقها كويس. وبعد ما اسلقها هضيف عليها لتر او كيلو من الحليب، وهبتدي ان انا يعني نشغلها على النار بقلب عادي لحد ما الاقي الشعرية يعني استوت خالص مع الحليب، وابتدى ان هو يغلي كده. اول ما احس ان هي خلاص استوت والحليب خلاص بقى بيغلي معايا، هطفي النار خلاص. ولما يبرد حبة كده هضرب الخليط ده كله في الخلاط كويس قوي، هتلاقوه بقى يعني كريمي كده شبه المهلبية. بس هيكون سايب كده، مش ماسك نفسه. بعد كده هرجعه تاني في الحل عادي. وبعد ما اضيفه في الحله الخليط اللي انا ضربته ده، هحضر على جنب بقى يعني ميه او حليب. انا ده شويه حليب كان متخفف بميه، حطيت عليه معلقتين كبار من النشا. والحله انا مولعه عليها النار على فكره، وهي كده شغاله عليها النار ضفت بقى الخليط اللي فيه النشا ده، وهقعد اقلب كده كام دقيقه. وفي الوقت ده هضيف السكر. هنضيف حوالي كوبايه الا ربع من السكر. وكمان ضفت شويه قشطه، القشطه اللي هي بتاعت وش اللبن دي، او ممكن تضيفوا كريمه لو حابين. لو مفيش قشطه ولا كريمه اوكي مفيش مشكله. وهنقلب كده كويس لحد ما الخليط يبتدي يتقل معايا، عشان النشا اللي انا حطيته كده يبقى القوام بتاعه شويه شبه لما تيجوا تعملوا كاستر او مهلبيه. وبعد بس كده في الاخر ضفت فانيليا، حوالي كده كام نقطة من الفانيليا السايلة، او تضيفوا بكوين من الفانيليا البودرة عادي. هنجيب بقى صينية وندهن الصينية ديت سمنة او زبدة كويس. وبعد كده ننزل الخليط كله فيه، طبعا الخليط بيكون سخن. فبعد ما انزل الخليط فيه هحطه في التلاجة كده مثلا ساعة ولا حاجة، عشان خاطر تجمد وتمسك نفسها زي ما انتم شايفين هنا كانت مسكت نفسها. هدهن بقى الوش بتاعي شوية من القشطة او الكريمة. وكمان هضيف شوية من العسل الابيض. لو مفيش عسل ابيض ما كانش عندي، فضفت شوية شربات تقيل يعني. عملت كده شربات على السريع تقيل قوي. حطيت كده ربع كوباية سكر وقدهم مية، وازود شوية وسبتها تغلي على النار كده 10 دقايق لحد ما تقل معايا. وطبعا عصرت عليه يعني عصرة ليمونة كده، عملت شربات تقيل. ودهنت الوش زي ما انتم شايفين. دخلتها الفرن بقى على درجة حرارة تكون عالية شوية. قعدت في الفرن حوالي كده نص ساعة. اول ما بلاقي الوش بتاعها والحواف كده اخدت لون ومن فوق كده اللون اللي انتوا شايفينه ده، اطلعها من الفرن واسيبها تهدى خالص. وكمان احطها في التلاجة لحد ما تبرد. الوش بتاعها من فوق عندي اتلسع شوية علشان خاطر انا شغلت الشواية من فوق والحرارة كانت عالية بس. لكن الطعم مش قادرة اوصف لكم قد ايه بجد هي جميلة كده وغنية بالحليب. انا بحب قوي الحلويات اللي بيكون فيها الحليب فيها ظاهر كده وغني مع طعم الفانيليا. يعني هو ميكس وخلطة كده، انتوا لما تجربوها تعرفوا انا اقصد ايه. اشوفكم في وصفة جديدة وباي.